مساء الخير، مساء النور حبيباتي. كنتمنى تكونوا كاملين في احسن صحة وعافية ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في وصفتي الخاصة. اليوم نتقاسم معكم طلبية ديال البساطيل ديال الدجاج واللوز. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الطريقة اللي هي بسيطة. عندي 5 ديال الدجاجات هكايا كبارين، تقريبا 2 كيلو وربع في الوحدة. ضفت ليهم 2 معالق كبار ديال الخرقوم، 2 معالق كبار ديال سكينجبير، 2 معالق كبار ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال الابزار، 3 دويمات ديال الزعفران، ومعلقة صغيرة ديال الملحة ما عمرش حتى تطبخ عاد تندوق الملحة لقاش الدجاج مملح. عندي هنايا زلفة صغيرة ما عمرش ديال القزبر ومعدنوس، نص قزبر ونص معدنوس، 3 البصلات كبار مشلضة رقيقة كما كتلاحظوا. المقادير دي مضبوطة، كتجينا رائعة رائعة البسطيلة. غير جربوها الطريقة ديال الطباخات الكبار بطريقة بساطة وسهلة. عندي هنايا غرام ديال الزعفران الحور تنقسمو على 3، كندير هي داك 4 غرام، معلقة كبيرة ديال السمن، مقادير اللي هي مضبوطة. كنديروها على النار وكنديرو الماء القياس، كنقادو الدجاج مع الماء، تنعرفو الدجاج راه بالزربة كيطيب، وكنشعلو عليها وكنخليوها كطبخ واحد 10 ديال الدقائق. من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق كما كتلاحظوا راه بلا ما تشرملي وتجلسي تقلي، ولا طريقه اللي هي ساهله وكتجي روعه روعه. كنضيفوا الزيت، درت نص لتر ديال زيت المائده وكاس كبير ديال زيت الزيتون، وكنخليو الدجاج ديالنا حتى كيطيب مزيان، حتى تيدخلوا الطياب. ضروري ما خصو يكون طايب مزيان باش ما تجيناش بسطيله ديالنا قاصحه في الماكله. من بعد ما طاب الدجاج كما كتلاحظوا غندير كاس ونص ديال العنبه ديال سنيده، سكر سنيده، غندير كاس قله ربع ديال الزهر، كيعطيها واحد البنه اللي هي رائعه رائعه. البسطيله بسطيله همويه كما كتلاحظوا. المريقه خاتره خاتره بلا ما تحتاجي تقلي وتعاودي تقلي وتشرملي الدجاج وتخليه ربع ساعه ولا نص ساعه ولا النهار كامل ولا الليل كامل. طريقه اللي هي سهله ديال الطباخات الكبار. كما كتلاحظوا المرقه رائعه رائعه وخاتره، ومقادير اللي هي مضبوطه. من بعد ما طاب الدجاج كنحيدوه كما كتلاحظوا تيجي كله فتي ودخلوا الطياب. راه ضروري ما خصو يكون طيب بهذه الطريقه، ما خصوش يكون زعما الدجاج نخليوه شاد راسو كل الدجاجه صحيحه، راه كله خصو يجي هكا. انا راه كل الدجاجه قسمتها على جوج باش كيدخلها الطياب وكتجي رائعه. عندي هنايا كيلو ونص ديال اللوز كنديرو يتقلى، كل بسطيله غندير فيها نص كيلو ديال اللوز. كنرجعوا للطنجره ديالنا من بعد ما طاب، كنضيف ليها 6 كيلو ديال البصله، كل بسطيله بجوج كيلو ديال البصله باش كتجينا العقده رائعه. كندير زلافه مع مرش ديال المعدنوس بوحدو، ما كنزيدش القزبر، غير المعدنوس بوحدو، وما كنكثرش، غير هذا القياس في 3 ديال البسطيلات باش ما كتجيناش العقده خضراء بحال البقوله. كنزيدو العطريه، كنديرو سكينجبير، درت معلقه ونص زدتها ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، ما تنكثروش الابزار باش ما تجيناش بسطيله حاره. كنديرو الخرقوم، زدت معلقه كبيره، وجوج معلقات ديال القرفه كبار، وربعه ديال الزبده تكون من النوع الجيد باش كتجينا رائعه البسطيله. وكنخليو البصله ديالنا حتى كيدخلها الطياب، حتى كطيب مزيان مزيان باش كتجينا رائعه. بسطيله اصليه بمذاق رائع، كنتمنى تجربوها. من بعد ما طابت لينا البصله كما كتلاحظوا كلها نزلات، كتجي روعه روعه لا في المذاق ولا الشكل ديالها، كتجي رائعه. درت هنايا 70 حبه ديال البيض عفوا باش كيجيونا البساط العامرين، كتجي رائعه. راه الطريقه ديال الطباخات مقادير اللي هي مضبوطه، راه بغاو بساط اللي يكونوا عامرين مزيان.
وكنخليو هكايا البصله حتى كطيب. غنزيد ديك الزيت اللي طيبت فيها اللوز هي اللي غادي نضيف، راه كتعطيها واحد المذاق اللي هو رائع. كما كتلاحظوا العقده ديالنا هي اللي بدات كتجمع. غادي نضيف ليها الزهر وكنبقى نحرك حتى كتعقد، حتى كتجمع لنا العقده. عندي هنايا اللوز من بعد ما تحمر طحنته، ضفت ليه شويه ديال القرفه، شويه ديال السكر على حسب الذوق، وشويه ديال الزهر، وغنزيد شويه ديال الزيت فين صفيت ديك العقده وكنحرك هكا مزيان. بسطيله اللي هي رائعه ديال المناسبات، بسطيله همويه كلها كتجي غزاله غزاله كلها مقرمشه. عندي هنايا الدجاج من بعد ما قطعته هكايا طريفات صغيورين، كنضيفو ليه حتى هو السكر نفس المقادير وشويه ديال الزهر. نضيف ليه شويه ديال القرفه، تقريبا واحد 2 معالق كبار، وتنزيدو ليه حتى هو شويه ديال الزيت ديال العقده، وكنخلطو هادشي كامل وكنخليوه على جنب. وندوزو للتعمر. كناخدو صينيه اللي كنعمرو فيها هكايا، كنديرو 2 ورقات هما التحتانيين كنكونو دهنا بعدا الزيت كما كتلاحظوا. طريقه اللي هي ساهله ومبسطه ديال الخدمه ديال العرسات. كنديرو العقده هي الاولى كما كتلاحظوا، كتجي كل عاقده غزاله كما كتلاحظوا، تجي بنينه. كنديرو الدجاج وكنديرو شويه ديال ديك الزيت اللي صفيناه من العقده، وكنضيفو اللوز، نص كيلو ديال اللوز في كل وحده. طريقه اللي هي رائعه رائعه، غير جربوها، سهله ومبسطه بمذاق رائع تستحق التجربه. احسن بسطيله غادي تذوقي في حياتك، بسطيله الاصليه، عروسه المطبخ كما كيقولوا، بسطيله على اصولها، معسله وغزاله كلها مقرمشه ديال الطباخات. وكندهنو هكا بالزيت مزيان، كنكونوا لصقناه بالبيض. بعد ما طابت لينا البسطيله كما كتلاحظوا كتجي رائعه رائعه. كنزوقوها، درنا ليها شويه ديال العسل، وكنديروا اللوز ايفيلي في الجناب واللوز من الداخل هكا في الوسط اللي محمر ومهرمش. درت واحد الدوره ديال الكنافه هكايا في الوسط، وكنزوق بالبريوات في الجناب على حسب الذوق، كل واحد باش كيبغي يزوقها. الذوق تيبقى على حسب شنو بغاو الكليان. هادشي اللي طلبوا مني انا، ديال الزواقه اللي طلبوا. وكندير العسل في الوسط، ودرت شويه ديال البيض ديال السمان، ودرت هكا شويه ديال الورق الذهبي فوق البريوات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.